صور لي سيراميك الشقه والوان الشقه. اي دونت هاف تايم. اللوك دم محروق. صور لك السيراميك واختار معاكي الوان الشقه وهو ما خطبكيش. امه اصلا ما تعرفش بيكي وانك موجوده معانا اصلا في الحياه. انا ما شفتش عبط ولا مبالغه، يعني ما شفتش. لا انت عايشه في اللالا لاند يا حبيبتي. مش معنى ان انا كلمت واحد في اول اسبوع وشهر وصور لي شقته وسيراميك الشقه اللي ماشي اليومين دول، كل واحد بيرتبط بواحده بيختار السيراميك. ها يا حبيبتي، بتحبي اللون الموف ولا نعمله بورسلين؟ عايزه ايكيا؟ هو في ايه لما هو فالح يصور السيراميك؟ مش فالح يجيب امه وابوه يلبس دبله؟ يا حبيبه قلبي بالله عليكم، عشان انا الضغط عالي عليا والمصحف انا تعبت من المحتوى. بلاش العبث اللي احنا فيه ده، اسمه عبث. هو انت بتنقي الوان سيراميك شقه غيرك ليه؟ ما هو مش انت يا ماما اللي عروسه. انا مش عايزه عبط يا ماما. تختاري سيراميك ايه ومش هيجيب السيراميك اصلا اللي انت اخترتيه؟ ما تطلعناش عن شعورنا بقى. ده محتوى مقرف بجد، اقسم بالله انا تعبت. سيراميك ايه والوان شقه ايه؟ مش لما يتنيل يخطبك ويلمك الاول نبقى نختار السيراميك مع بعضينا؟ اختار يا ماما ان شاء الله الجاكوزي واوضه النوم، بس بعد ما البس دبله ابقى اختار. لكن بنتكلم وبيقول لك خارجه منين وصوري لي الاوت فيت. هو اصلا لحد دلوقتي ما قالكيش بحبك، وبعد شويه صوري لي ما اعرفش شكلك في البيت، افتحي فيديو كول ما اعرفش تعملي ايه بتاع ايه. اصلا انا بصي بقول لك ايه، انا هموت على النجفه دي. نحطها في الريسبشن ولا في الحمام؟ هو فين يا ماما؟ هو جوزك يعني؟ هو احنا دلوقتي احنا في فتره التجهيزات يعني فبياخد رايك؟ بلاش عبط. بلاش واحده تحجز استشاره معايا وتحرق لي دم وتقول لي اصل اخترت السيراميك معاه عشان انا متعصبه من موضوع السيراميك ده. موضوع السيراميك تعب لي اعصابي. بلاش موضوع السيراميك بعد اذنكم، تمام؟ ماشي؟ ولا اخترت النجفه ولا اخترت ما اعرفش. انت امه اساسا ما تعرفش انك موجود. انت اساسا بيكلم 10 غير. في الاخر ممكن يخطب صاحبتك اساسا وتتمشى على السيراميك في الشقه. ما النهايه اللي هتمشي على السيراميك مش انت. وتمختاري يا حلوه يا زينه. انا مش فاهمه في ايه. مش عايزين عبط، مش عايزين عبث، مش عايزين تخلف. المحتوى ضد التخلف. ما تتابعنيش عشان دمي محروق. مفيش حاجه اسمها اخترت الزفت النيله. ماشي؟ لما تختاري اخترتي شبكتك انت الاول. رحت انت جبتي لك حته دبله تتلم بيها وسط الناس وتبقي ماشيه على اسمه، وراح تختاري لي السيراميك. بنخش على السيراميك على طول ليه يعني؟ ليه؟ ده هي الدنيا استبات احنا بنخش على السيراميك. لا السيراميك مستفزني بصراحه. فما فيش الكلام ده. الاول نعرف البني ادم واحنا بنكلمه، لو من الصالونات بني ادم جد ولا مش جد، هيتقندل ولا مش هيتقندل. بعد كده الشخصيه دي هينفع اعيش معاها، مستواه الاجتماعي والمادي والعائلات شبه بعض. ما اروحش اجيب واحد من الارياف اقول عايزه اتجوزه. اسمعيني انا بقى كده في الحته دي، اخد الواحد المتقندل شبهي، بعد كده اروح اجيب ذهبي واتخطب له، وبعد كده اختار السيراميك والستاير وكلميني انا اختار لك الميكروويف. لكن غير كده ما تقنعنيش بقى، ما تقنعنيش. شيروا لي الريل ده، انا متعصبه.